إذا عيالك يستخدمون تطبيق سناب شات وخايف عليهم من سلبيات هالتطبيق فهالفيديو يهمك. من فترة الشيخ سيف بن زايد شهد إطلاق ميزة مركز العائلة في تطبيق سناب شات بالتعاون مع وزارة اللامستحيل في الدولة. بس شو هالميزة؟ وكيف نقدر نستخدمها؟ وكيف من خلالها تقدرون تحمون عيالكم وهم يستخدمون هالتطبيق؟ ميزة مركز العائلة هي باختصار الرقابة الأبوية على الأبناء في تطبيق سناب شات. هالميزة طورتها المنصة عشان تسمح للأهل بمعرفة منو ربع عيالهم، مع منو قاعدين يتواصلون، ولكن بدون عرض محتوى المحادثات احتراما لخصوصياتهم. وبهالشكل بيكون التطبيق يضمن الخصوصية والأمان معا. خلوني أوضح لكم أكثر. اللي نعرفه إن قوائم أصدقاء سناب شات مو بعامة، على عكس وايد من التطبيقات في وسائل التواصل الاجتماعي. هالميزة تعمل من خلال السماح للأهل بدعوة عيالهم لمركز العائلة داخل تطبيق سناب شات عشان يبدون بالمراقبة. يعني هم يدرون إن أهلهم يراقبوهم. في البداية توصلهم دعوة من الأهل لمركز العائلة في تطبيق سناب شات، وبعد ما يتلقى الابن هالدعوة عنده خيارين، إما قبولها أو رفضها. وأنا أشوف إن هذا النهج وايد مناسب للرقابة الأبوية، لأن الأهل يقدرون يراقبون عيالهم وبنفس الوقت يحترمون خصوصياتهم. بدل ما الأهل يحاولون يتجسسون على عيالهم، هالميزة تضمن لهم إن ابنهم بيحاول ما يسوي شيء غلط لأنه هو عارف إن أهله يراقبونه. والحين خبروني شو رأيكم في ميزة مركز العائلة؟